السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معاكم المهندس حسين الفيسي وجولة جديدة من جولاتنا في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة 29 يوليو 2023. حاليا أنا موجود على محور الماسة قدام حضراتكم كده في قلب الحي المالي. على ايدينا اليمين وعلى ايدينا الشمال كل دي مولات الحي المالي اللي على محور الماسة مباشرة. في ظهرنا على طول زي ما حضراتكم شايفين كده منطقة البنوك. هنحاول احنا نشوف الدنيا على الطبيعة. طبعا بقالنا فترة كبيرة ما صورناش هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، بس أوعد حضراتكم إن شاء الله الفترة اللي جاية هنكثف زياراتنا للعاصمة الإدارية الجديدة زي زمان. هنبدأ نصور جميع الأحياء زي ما كنا بنصور زي زمان. قدام حضراتكم ده كده البنك الأهلي المصري، أول بنك اشتغل في العاصمة الإدارية الجديدة. بعد منه على طول البنك المركزي المصري زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. ده البنك الأهلي المصري وجنبه البنك المركزي، ودي كلها منطقة مولات زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله، يعني العمل بدأ يظهر والدنيا بدأت ملامحها تبان كده في المكان. طبعا المكان ده كنا مصورينه في 2020، كان صحراء خالص، ما كانش فيه أي حاجة خالص. لاندسكيب بدأ يظهر، يعني واحدة واحدة كده برضو الدنيا هتشتغل، والدنيا احنا مصممين الدنيا هتشتغل إن شاء الله تعالى في المكان ده. ده مبنى هيئة البريد قدام حضراتكم كده اللي في الصورة ده. وهنا في الاتجاه اللي احنا شايفينه ده كده، ده اتجاه مدينة الفنون والثقافة والمحطة التبادلية الخاصة بالقطار الكهربائي مع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة. وده يعتبر أكبر ميدان موجود هنا على محور الماسة زي ما حضرتك شايفين قدام البنك المركزي المصري. مكان مميز ومكان معروف، هيكون مكان يعني له وضعه في المستقبل إن شاء الله تعالى. ده كده مجموعة بنوك وطنية كلها على الشارع الرئيسي. عندنا البنك الأهلي المصري، بعد منه على طول البنك المركزي المصري زي ما حضراتكم شايفين. طبعا البنك الأهلي المصري التصميم والطابع المعماري بتاعه شكله جميل جدا. الواجهة الخارجية بتاعته الزجاج. الطابع المعماري برضو بتاع البنك المركزي المصري واخد الطابع المصري القديم. بعد منه بنك مصر اللي باللون الأسود، وبعد منه بنك القاهرة. دول أربع بنوك الرئيسية الموجودين على محور الماسة في قلب الميدان. في الاتجاه الآخر هيكون موجود مبنى هيئة البريد زي ما حضراتكم شايفين كده الصورة. خلاص يعني يعتبر المكان بسم الله ما شاء الله بنسبة كبيرة جدا جاهز. زي ما حضراتكم شايفين برضو هنا بعض المولات بدأوا يشطبوا في الواجهات الخارجية الواجهات الزجاجية بتاعتها، والبعض الآخر خلاص بيشطبوا في أعمال الخرسانات. في ظهر المكان قدام حضراتكم ده في أكتر من 18 بنك موجودين في المكان اللي احنا موجودين فيه. وبرضو دي كلها مولات. كل مبنى من دول تحت منه بارك يسع لدورين أو 3 أدوار تحت الأرض علشان الناس تبقى فاهمة الصورة. هنا كده مدينة الفنون والثقافة، بعد منها على طول فندق الماسة. المحور اللي احنا مش واقفين عليه ده لو خدنا اتجاهه على طول هنروح عند الار 7. من هنا 5 دقايق بالظبط بتلاقي نفسك في قدام الجامعة الإنجليزية وعند منطقة الار 7. من هنا برضو دقيقتين أو 5 دقايق بتلاقي نفسك على طريق السويس قصاد مدينة بدر زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا احنا بنصور النهارده السبت والوقت متأخر، فخلاص يعني الدنيا اليوم خلاص بدأ يخلص النهارده هنا. ده كده ميدان موجود في الحي المالي زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. دي مولات موجودة. ده مسار القطار الكهربائي. هنا البرج الأيقوني ظاهر من مكاننا اللي احنا موجودين فيه. طبعا البرج الأيقوني والبنك المركزي المصري ومبنى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب كلهم على استقامة واحدة. يعني لو انت واقف في قلب الميدان هنا هتبقى في استقامة واحدة مع البرج الأيقوني مع البنك المركزي المصري مع مبنى رئاسة مجلس الوزراء مع سائر العلم مع مجلس النواب. كل دول على استقامة واحدة وعلى خط واحد مستقيم. ده كده مبنى هيئة البريد اللي ظهر في الصورة بشكله بصراحة جميل جدا. وفي ظهره على طول منطقة فندق الماسة ومحور بن زايد الشمالي.
هنا كده لو كملنا على طول برضو على ايدينا الشمال منطقة الداون تاون، زي ما حضرتك شايفين أعمال اللاندسكيب برضو، والشغل هنا بدأ يظهر واحدة واحدة كده بإذن الله تعالى. وهنتابع معاكم الفترة اللي جاية برضو علشان الناس تبقى متابعة معانا أول بأول زي زمان كده زي ما كنا بنعمل. طبعا الفترة الأخيرة دي يعني انشغلنا، عندنا بعض الشغل كده وانشغلنا عنكم، بس يعني حاجة غصب عننا. إن شاء الله الفترة اللي جاية زي ما وعدنا حضراتكم في آخر فيديو إن إحنا هنصور الآر 7 ومنطقة الآر 8 اللي إحنا ما بقالنا أكتر من 6 شهور ما صورناش هناك. ده كده بنك القاهرة ظهر في الصورة. طبعا المنطقة لسه فيها شغل، يعني مش ما خلصتش بنسبة 100% علشان الناس تبقى فاهمة. لسه في بعض الأعمال وفي بعض التعديلات بتتم وفي حاجات بتظهر بيعملوها، يعني ده مش شغل نهائي، ده لسه في برضه في شغل هيتم يعني تاني هنا. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده المكان ده احنا صورناه في 2020، كان فاضي خالص، كان صحراء، ما كانش فيه أي حاجة خالص. مبنى هيئة البريد اللي هو قدام حضراتكم ده كده ما كانش موجود أساسا. بنك القاهرة وبنك مصر وبنك المركز المصري كان يدوب بعض أعمال الخرسانات ظاهرة فيه. المكان ده كله كان صحراء في 2015، احنا في 2023. يعني زي ما حضراتكم شايفين ده جهد 7 أو 8 سنين، بسم الله ما شاء الله. النهاردة حاجة جميلة، ناس كتيرة آلاف العمال والمهندسين اشتغلوا في المكان ده، ناس كتيرة بذلت مجهود علشان يظهر بالصورة اللي قدام حضراتكم دي كده. كل ده قدام البنك المركزي المصري. المكان ده هيكون زي ما قلت لحضراتكم هيكون أكبر ميدان موجود في العاصمة الإدارية الجديدة بإذن الله تعالى. هنا تعتبر في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، جنبنا منطقة الوزارات، جنبنا القصر الرئاسي، جنبنا منطقة الداون تاون، جنبنا الموقف الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة اللي هيربط العاصمة بالأقاليم وهيربط العاصمة بالقاهرة. زي ما قلت لحضراتكم المكان بسم الله ما شاء الله هيكون حيوي جدا. في المكان ده الحي المالي يعتبر من أهم المناطق في العاصمة الإدارية الجديدة كمستقبل. زي ما حضراتكم شايفين لسه برضو يعني بعض الأعمال كده بيشطبوا فيها، وإن شاء الله تعالى زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا هنتابع الكلام ده أول بأول، بحيث الناس تتابع معانا برضو وتبقى عارفة إيه اللي بيتم على أرض الواقع. وبإذن الله تعالى الدنيا هنحاول إن إحنا برضو نعمل لقاءات مع مسؤولين نرد على أسئلة حضراتكم الفترة اللي جاية بإذن الله تعالى. الناس في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب لقناة المهندسين الوطنيين لو انت اول مرة تتابعنا. لنا صفحة على الفيسبوك، صفحة المهندسين الوطنيين بنفس الاسم برضو، الناس ما تنساش تعمل ليها اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.